ودلوقتي بقى بصوا لي على الحلاوه اللي انا عملتها دي. ايه رايكم؟ هي ايه بقى دي وايه عباره عن ايه بقى دي العزيزيه الدمياطي. العزيزيه الدمياطي دي بتتعمل من لبن ومكرونه، اساسها مكرونه ولبن وقشطه وزبده وجوز هند، حاجه كده تاكلوها كده توديكوا في حته 6 و7 و8 و10. قولوا لي ايه رايكم؟ بصوا بقى نقطع حته مع بعض. بصوا عامله ازاي، حاجه كده تاكليها يعني ايه، تنسي الدنيا كده باللي فيها. القشطه مع جوز الهند مع المكرونه مع الزبده مع اللبن، ميكس كده يعني ايه، يخلوكوا كده تروحوا في حته تانية خالص. يلا بقى نروح مع بعض على الفيديو نشوف عملنا العزيزيه الحلوه دي ازاي وحطينا لها ايه عشان تطلع معانا بالشكل ده. يلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناتي، قناه مطبخ سلوى. يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين فيديو جديد، فيديو حلو جدا جدا. هنعمل حاجه حلوه كده للولاد، حاجه كده في البيت اقتصاديه وموفره وكلها حاجاتها عندك موجوده في البيت. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل وصفه دمياطي حلوه جدا 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 بشويه المكرونه دول. دي كوبايه من المكرونه. تمام. قبل بقى ما نبدا الفيديو بتاعنا كده نصلي على النبي ونقول عليه افضل الصلاه والسلام وزيدوا كده النبي صلاه. واحب ارحب بكل الناس اللي بتخش لي في القناه جديد وكل الناس اللي بتكتب لي كومنت حلو زيهم. ربنا يرضيكم يا رب عني كل خير. بتفرحوني جدا جدا بتعليقات كل حلوه اللي انتوا بتعلقوا لي للقناه او على اي فيديو انا بنزله. ربنا يجزيكم يا رب خير. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا كده نصلي على النبي ونقول عليه افضل الصلاه والسلام. هنا انا معايا ايه؟ انا معايا النهارده دي حله كده فيها شويه ميه زي ما انتم شايفين في اول الفيديو، ميه بتغلي كده. هنسلق فيها كوبايه من المكرونه. اي بقى بواقي مكرونه عندك طلعيها حطيها. ساعات ما بنعملش كيس المكرونه كله اللي احنا بنعمله او كميه المكرونه اللي احنا متعودين عليها، فبتلاقي عندك ايه بواقي كده مكرونه من اللي هي الاقلام المقصوصه، اللي هي مكرونه التحمير الاسباجيتي. اي نوع مكرونه عندك لملمي كده كل حبه في الطرفه كده عندك على قلب بعضيهم ايه، واعملي بيها وصفه النهارده. معانا كوبايه من المكرونه نزلنا بيها في الميه المغليه زي ما انتم شايفين، من غير اي اضافات ولا سكر ولا ميه ولا بتاع اسفه، ولا سكر ولا ملح. هي ميه وبس. تمام. هنسيبها بقى لحد ما تتسلق وتتهري خالص. انا عايزه المكرونه بتاعتي مهريه تماما. هوريها لكم دلوقتي لما تتسلق. احنا هنعمل النهارده هنعمل الوصفه بتاعت العزيزيه الدمياطي بطريقه بسيطه جدا مش مكلفه. كل حاجتها من البيت. اللي هتشتريه بس ايه، كيلو اللبن اللي احنا هنستخدمه دلوقتي في الوصفه بتاعتنا. تمام. هسيب بقى المكرونه تستوي وهنروح نكمل بقى بقيت مع بعضنا كده الوصفه بتاعتنا لما المكرونه بتاعتنا تستوي. دلوقتي بقى يا حبايبي معايا بصوا المكرونه بتاعتنا اهي اتسلقت واتهرت تماما. بصوا مهريه خالص، يعني تمسكيها كده بصوا عامله ازاي، بتتهري معاكي اهي مهريه تماما. تسلقوها كويس جدا لحد ما ايه، ما تتهري كويس جدا معانا. معانا بقى ايه؟ معانا ده كيلو من اللبن. طبعا انا جايباه بالليل وغليته وسبته عشان عايزه طبقه الايه، القشطه اللي على الوش اللي انتوا شايفينها دي. بصوا طبقه القشطه بتاعته، بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، تحفه. بصوا عامله ازاي. هاخدها بقى طبقه القشطه دي دلوقتي هحطها كده في طبق علشان انا هقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. نشيل بس كل القشطه بتاعتنا كده من على اللبن. بس بسم الله ما شاء الله مطلعه قشطه تحفه. اهم حاجه تعمليها باللبن يكون دسم كده معانا وحلو. بصوا ولسه كمان انا سايبه قشطه كمان جوه اللبن، يعني بصوا انا سايبه كام حته كده وقعوا مني. بصوا وطبعا الجوانب بقى وكام حته كده سقطوا مني وانا بطلع بالمعلقه. هننزل بقى بكيلو اللبن كده بتاعنا. لبن يكون دسم كويس جدا والدسم بتاعه يكون عالي علشان تاخدوا نتيجه حلوه. معانا كوبايه من السكر، كوبايه اهي من السكر. السكر بقى حسب الرغبه اللي انتوا ايه بتحبوها. ممكن لو مش عايزينها مسكره قوي تحطوا ايه كوبايه الا ربع. بس السكر ده كده مظبوط جدا وبيبقى حلو جدا ومش مسكر قوي ولا ايه ولا دلع قوي. وهنزل بحوالي معلقتين كبار كده من جوز الهند، هما كانوا اخر حبه خلاص عندي في الكيس. وهنزل بمعلقتين من النشا، معلقتين كبار كده هرمين او من النشا. الوصفه دي حلوه جدا، هتعملوها بطريقتي كده هتعجبكم جدا وهتدعوا لي. حاجه كده ايه ترطب علينا كده في الجو الحار اللي احنا فيه ده، في نفس الوقت اقتصاديه وكلها حاجاتها من البيت. ومعلقه كبيره كده من الزبده. ما ينفعش في الوصفه دي يا جماعه نعملها بسمنه، نعملها بزبده
علشان تاخدي نتيجه مضمونه وتبقى طعمها حلوه جدا زي اللي بنجيبها ايه من محلات الحلويات. هعمل ايه بقى؟ هجيب الخليط ده كله دلوقتي، بس هلم الحاجه حواليا كده وارجع لكم. بصوا بقى يا حبايبي، معايا خلاص الخليط بتاعي اهو. هنعمل ايه بالهاند بلندر كده، لا اما لو عندك خلاط يكون يستحمل الحاجه السخنه اعملي بيه، بس انا استنيت لما الخليط بتاعي او المكرونه بتاعتي بردت وايه بديت اشتغل بيه. بصوا هنضربها كده لحد ما تنعم معانا خالص بالهاند بلندر اهو زي ما انتم شايفين. انا عايزه اضربها وانعمها كويس جدا. هخلصها بقى وهوريها لكم. بصوا بقى خلاص انا ضربتها اهو بالهاند بلندر. لو بالخلاط هتبقى اسهل واسهل وتبقى انعم كمان، بس انا طبعا ايه استسهلت ان انا اضربها بالهاند بلندر كده عشان يبقى كل حاجه زي ما انتم شايفين معايا ايه في الحله مع بعضيها، ما وسخش يعني مواعين كتير. اهي هرفعها بقى على البوتاجاز. يلا نروح نرفعها مع بعض بقى على البوتاجاز. دلوقتي بقى جيت على البوتاجاز اهو، رفعت الحله بتاعتنا على النار وهفضل اقلب كده لحد ما القوام بتاعي ما يتقل والزبده بتاعتنا دي تسيح. بصوا ده كده الكلاكيع دي الزبده. هفضل اقلب كده بقى معاكم ما تشيليش ايدك منها كانك بتعملي بالظبط مهلبيه لحد ما الزبده بتاعتنا دي تدوب، وفي نفس الوقت العزيزيه بتاعتنا تتقل ويبقى سمكها ايه تقيل كده وحلو. بصوا اهي هقلبها بقى وبخلص تقليب فيها لحد ما تتقل وهوريها لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. طبعا يا حبايبي معايا خلاص اهي بسم الله ما شاء الله تقلت معايا اهي وبقت زي الفل. ده القوام اللي احنا عايزينه. بصوا بتطبق كده زي ما انتم شايفين اهو. طالما طلعت الفقاقيع دي كده خلاص يبقى النشا بتاعي استوى ويبقى هي كده خلاص ايه كل حاجه جواها استوت اهي، والقوام ده اللي انا ايه عايزاه. يلا بقى نروح نشوف بعد كده هنعمل فيها ايه. بصوا بقى يا حبايبي معايا هنا صينيه اهي مقاس 30 في 40 مدهونه دهنه كويسه جدا من الزبده زي ما انتم شايفين كده اهي معايا. هعمل ايه بقى؟ هنزل بالخليط بتاعي ده كله اهو. بصوا هنزل بالخليط بتاعي ده كده في قلب الصينيه بتاعتنا. بصوا هنزل كده بيه. بصوا بقى يا حبايبي انا صبيتها اهو في الصاج بتاعنا. هنسيبها بقى لحد ما تبرد ووشها يعمل طبقه قشره كده، واقول لكم بعد كده بقى هنحط عليها ايه وهنعمل فيها ايه بعد كده عشان تاخد مع بعض احلى عزيزيه. طعمها تحفه، معلقه الزبده مع المكرونه مع اللبن الدسم. بصوا في حته تانية خالص بجد، حاجه كده في منتهى الجمال. بس اهم حاجه تسيبوها تبرد شويه وتعمل طبقه كده على الوش وتعمل القشره بتاعت المكرونه بتاعتنا والنشا. وبعد كده بقول لكم هنعمل فيها ايه وهنحط لها ايه. هسيبها بقى تبرد وهرجع لكم تاني. دلوقتي بقى يا حبايبي بصوا وشها كمان خلاص اهو. بصوا تحطوا ايديكم كده نشفت خالص اهي وعملت الطبقه. بصوا مش مطلعه في ايدي، ده السمنه دي عادي مش مطلعه في ايدي من الايه من الخليط ده. معانا بقى هنا ايه، معانا حبه القشطه اللي انا شلتهم في اول الفيديو معاكم من على وش اللبن. هنزل بيهم كده. بصوا بقى طبقه القشطه دي هتديها طعم تحفه وهتديها تحميره حلوه جدا وهتاكلوا كده حاجه مسكره كده وعسل وكلها دسامه كده. بصوا هنوزعها بقى كده على الوش. احلى حاجه بقى ان انت ايه لما تعملي حلويات تظبطيها كده حته زبده على حبه قشطه هتلاقوا نفسكم بتاكلوا حاجه خيال. هتروح كده بيكم في حته تانية خالص كده وانتوا بتاكلوها بتبقى حلوه جدا. بصوا اهي اهم حاجه بس نوزعها كده كويس جدا على الوش علشان خاطر الوش بتاعنا دلوقتي لما ندخله الفرن ياخد طبقه حلوه ويبقى واخد لون ذهبي حلو كده، ويبقى طبعا طعمه غني جدا بالايه بالزبده دي او القشطه اللي احنا حاطينها دي. والزبده برضو اهي بصوا الزبده برضو طالعه على الوش دي كده. مطرح الصينيه دي بقى تخش الفرن دلوقتي تحت الشوايه، بس تخلي بالك منها علشان ما تتحرقش. ندخلها تحت الشوايه ونطلعها بقى دلوقتي اوريها لكم. هروح بقى ندخلها تحت الشوايه ولما تخلص اوريها لكم. يا حبايبي بصوا لي بقى على الجمال واللون التحفه. بصوا بسم الله ما شاء الله واخده لون تحفه حلوه جدا. ريحتي بقى الزبده مع القشطه مع اللبن مع المكرونه حاجه كده تحفه، ريحتها قلب الدنيا، ريحتها حلوه جدا جدا. انا مش قادره اصبر والعيال مش قادرين يصبروا عايزين ياكلوا منها دلوقتي. لسه خارجه حالا اهي من الفرن، بس لازم نسيبها شويه تبرد تماما وتبقى نحطها في التلاجة عشان نعرف نقطعها وتطلع معانا ايه الخرطه بخرطتها كده. بصوا بسم الله ما شاء الله ريحتها حلوه جدا. هسيبها بقى لحد ما تبرد وتبقى معانا كده متماسكه وماسكه نفسها كده شويه، وهوريها لكم بقى دلوقتي كده قطعه كده هوريها لكم دلوقتي وتشوفوها معايا. قولوا لي بقى ايه رايكم. بصوا عامله ازاي
حاجه كده اللهم بارك في منتهى الجمال. شايفين؟ قولوا لي بقى ايه رايكم فيها. ريحه الزبده مع القشطه ميكس رهيب، ميكس رهيب بجد، يعني حاجه كده في منتهى الجمال. اهي بصوا، هسيبها بقى زي ما قلت لكم تبرد واوريها لكم دلوقتي. هقطع لكم قطعه كده منها تكون ماسكه نفسيها ونشوفها مع بعض. ودلوقتي بقى يا حبايبي هنقطعها بقى مع بعض. انا سبتها بردت تماما اهي، بصوا شكلها تحفه. بردت في التلاجة كده عشان هي بتتاكل ساقعه. العزيزيه دي يا جماعه من الحاجات الحلوه جدا اللي بتبقى موجوده في اطباق الحلويات الشرقيه. انا عن نفسي بحبها جدا وبعشقها لما بتكون موجوده في اي طبق حلواني، اللي هو الحلويات الشرقيه ده. انا بعشقها، بتبقى حلوه جدا، بحب اكلها قوي، وبتبقى حاجه كده مميزه في قلب الطبق بتاعنا. بصوا بقى احنا هنقطعها كده اهو. هوريها لكم. انا بقطعها بالشياله اللي انا هشيل بيها دي، اللي هي المعلقه دي او الشياله دي عموما، يعني مش عارفه هي اسمها ايه بصراحه. اهي بصوا، هقطع بقى على قد ما احنا ما هناكل، وهسيب بقيه الصينيه مش هقطعها، عشان كل ما بتسيبوها في التلاجة كل ما بتمسك اكتر وبتبقى احلى. بصوا بقى، بصوا تحفه، يعني بصوا شكلها تحفه. شايفين من هنا كمان اهي مش لازقه ولا اي حاجه. بصوا القطعه بقى، شايفين بصوا عامله ازاي؟ طعمها تحفه وريحتها بتبقى تحفه، حاجه كده اللهم بارك، بتبقى جميله جدا. هطلع قطعه تاني اهي عشان تشوفوها. بصوا كل ما بتقعد كمان في التلاجة، بس العيال بقى مش عايزين يصبروا، مستعجلين. هي سقعت بس كانت عايزه تسقع اكتر. بصوا كل ما بتقعد في التلاجة كل ما بتبقى احلى. هنزلها بقى كمان في الطبق اهي، قطعه تاني اهي. اللهم بارك، حاجه كده في منتهى الجمال. اهي سيب بقى الصينيه بتاعتنا، مش هنقطع حاجه تاني ولا نيجي جنبيها. انا بس عايزه اوريها لكم. بصوا، بصوا تحفه، اللهم بارك، بتتقطع كده. بصوا شايفين؟ بصوا عامله ازاي؟ حاجه كده جميله جدا. كل ما تسيبوها في التلاجة كل ما تمسك اكتر وكل ما تبقى تحفه. بس زي ما قلت لكم بقى، اولادي مش عايزين يصبروا، عايزين ياكلوها عشان هما بيحبوها، فمخليني مش عارفه اصبر ان انا ايه اسيبها في التلاجة. قولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو لو عجبكم. اتمنى يا رب النهارده تكون وصفه النهارده كده خفيفه ولذيذه، وحاجه كده حلوه في البيت تعملوها بقى للتكاليف وبقى للامكانيات معاكم، وتكون وصفه خفيفه على قلبكم كده، وتكون ضيفه خفيفه على قلبكم، ويعجبكم الفيديو باذن الله. ولو عجبكم بقى الفيديو دوسوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعلوا الجرس واختاروا الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. اسيبكم في رعايه الله واقول لكم مع السلامه، وما تنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم. مع السلامه.